إذن سلام الله عليكم متابعين صفحة صوت تمارة. أهلا بكم في هذا اللايف من شارع الأدارسة. كما كتشوف في العنوان استراحة محاربين، يعني هادو هما المحاربين اللي صراحة الله يعني كنشوفوا بأن إنجازات غادية بسرعة. شنا البداية من قرب المدخل ديال المارشي القديم. اليوم كنشوفهم هما واقفين في الاستراحة للصباح. إذا متابعي الكرام، متابعين صفحة صوت تمارة، شنا عملية تحرير الملك العمومي بشارع الأدارسة بمدينة تمارة. كانت حملة قوية وحملة اللي صراحة الله استبشرات خير ساكنات حي المغرب العربي، اللي الناس يقول لك ما كناش نقدو نلقاو يعني تنطلو حتى الزنقه لهادي. دابا حاليا ولينا يعني كتشوف الضوء كيدخل مع الاحياء والزناقي. هادو هما المحاربات، هادو هما المحاربات، وكنتمناو يعني باش يعني كما كنشوف في هذا الوقت الوجيز وهاد السرعه هادي باش نشوفوا شارع الأدارسة في حله جديده، وفي يعني واحد تعطي واحد الجماليه للباعه للناس اللي غتجي تزور شارع الأدارسة. لان شارع الأدارسة تعرف من اكبر شوارع بمدينه تمارة. تعرف اكبر شوارع بمدينه تمارة. كيجيو لي زوار من جميع المدن. اي واحد كيجي لمدينه تمارة، والا المتنفس الوحيد لمدينه تمارة هو هذا شارع الأدارسة، اللي كيجيو الناس يحاولوا يشريو الملابس، يشريو بزاف د الحوايج كاينه في شارع الأدارسة. يعني اي حاجه طاحتك على البال كتلقاها. غيوليو يجيو الناس اولا الزوار باش يجيو لمدينه تمارة، يجيو شارع الأدارسة، الا غيلقاو بواحد الحله جديده، غيلقاو بواحد الجماليه، غيلقاو بان ما كاينش احتلال الملك العمومي. ولكن اليوم صراحه الله بعد توصل رسالات من الباع المتجولين والناس اللي صراحه الله كانوا كيشتغلوا في الشارع. قال لك بغينا يعني البديل، حنا ماشي ضد السلطه، يعني حنا فعلا ما درنا المشاكل للصداع جاو وحيدوا، ما قلنا حتى شي حاجه. ولكن كنتمنى يكون واحد البديل، واحد سوق نموذجي، لان كاين الناس عندهم عائلات، عندهم مصاريف، عندهم كله، والله يحسن العوام ديالو. قالك تنتمنوا البديل، يعني شي سوق نموذجي او شي حاجه تنخدموا. لان هذا الشارع اللي كيعرف بان كاين ناس ازيد من 30 سنه وهي كتزاول العمل ديالها في شارع الأدارسة، اللي كما قلت لكم شارع الأدارسة تيبدا تقريبا من المدخل ديال المارشي القديم، هو غادي حتى الراس ديال ديور الشركه. شنا عمليه ديال تحرير الملك العمومي، يعني ما بقى حتى شي باش، حتى شي باش ما بقى. السيارات ولاو كيدوزو بالنهار، كيدوزو بالليل، رغم واحد الحاجه اللي صراحه الله يعني كنشوفوا ناس معمرين الشارع. كاين ناس اللي ما باغينش يشريو اولادي، ولكن كما قلت لكم راه المتنفس الوحيد لساكنه مدينه تمارة هو الشارع هذا. الناس كتجي كتبقى غاديه جايه غاديه جايه. كاين اللي جاي من المسيره واحد يتلاقى بالناس المسيره جوج يسلم عليهم، كاين اللي يتلاقى بديل ديال الشارع. المهم صله الرحيم، والناس تضحك وتفوج ها انتم كما كتشوفوا الشارع ما بقى حتى شي باش. ولكن نتمنوا يعني رسالتنا الناس المسؤوله ورئيس الجماعه اللي كنشوفوا بانه كيخصص بعض الاشياء اللي صراحه الله ما عطاتش شي فائده لمدينه تمارة. كنتمناو يشوف هذه الفئه ديال هاد الناس هادو، ويحاول شي سوق يكون سوق يعني نموذجي لهاد الناس فين يبيعوا يشريو. لان كنشوفوا الساعه مع شحال كتشير والناس مازال حاله. كنتي كتجي في هاد الوقيته هادي، وكتلقى الناس حاله كتلقى الناس حاله، والناس الرواج مازال كاين.
مرحبا اخويا. مشكل في بوزنيقه. مرحبا خويا، ما كانش نشوفوك حتى الناس ديالنا تما كاينه يجيو يصوروا. مرحبا. الصوت تما راه هي صوت لمن لا صوت له. كنشوفوا بان شارع الادارسه اللي غيكون بواحد الحله جديده بعد يعني شنو المحاربات كيفاش واقفين. هنا كانت واحد الجرده، ابار الجرده كنتي كتشوف من هنا ما كتلقى واحد الزنيقه صغيره منين دوز. يعني راه الحمد لله كنتي كتجي كذلك، انت كتجي كذلك كتبغي تدخل غير من هنا، كتبغي تدخل غير من هنا كتلقاها مسدوده. والله العلي العظيم الا دزتي راه صراحه الله راه كان واحد الاستغلال ديال الملك العمومي. راه صراحه الله تنقولوا للسلطه برافو برافو عليكم، لان اللي درتوه شي حاجه غتبقى تاريخيه. والله العلي العظيم غتبقى شي حاجه تاريخيه. اذا كنتمنوا بان الناس هنا كاين اللي كريم الثمن كل واحد وجيب السلعه ديالو، وكاين اللي كيتسالو صاحب الجمله ولا هذه خاصو يفك السلعه ديالو. كيتمنوا باش تكون يعني الانجازات في اسرع وقت، ان تشوف بان هنا كاين غتكون واحد الانجازات اللي هي رائعه. غيكون الدوليط غيكونوا يعني شي حاجه اللي هي زويونه. وكما قلت لكم كنتمنوا حتى الناس ديال كنتمنوا يعني قال لك يجب تخصيص موقف السيارات مكان الجردة خلفك وعلى يسارك. كنتمنوا علاش لا يعني باش تكون باركينات السيارات تكون هنا. الانسان الا جا لشارع الادارسه باش يتقدى الا ويلقى واحد الحاجه اللي هي زويونه كما قلت لكم كلشي منظم. تجي غتدخل ديريكت المحل، هنا محل ديال البيجامات من الريحه، كل محل وغتلقى محل باش مخصص غتدخل عنده لداخل. لا سيدي نمشيك بحال هكا، علاش ما نمشيش بحال هكا حر. وراك تتلقى الشارع والله العلي العظيم في العشيه لا داز طونوبيله، والله ما دوز طونوبيله. راه صراحة الله اللي كان لا يعقل. يعني رغم شنو كيطرا في شارع الأدارسة وهذه بزاف د الحوايج ماشي مشكل. كاين المشكل هو تنشوفوا بأن أكبر عملية تحرير الملك العمومي بمدينة تمارا. مشكور السيد الوالي وكذلك كل واحد اللي قام وساهم باش يكون يعني شارع بحلة جديدة كما تنقولوا بواحد المواصفات رائعه. تجي تدخل المحل والا تلقى، لان راه تنشوفوا بان راك غادي القريعه وهذه، لان تنكون المتنفس الوحيد لمدينه تمارا. راه في العيد والله العلي العظيم ما تلقى بلاصتك في العيد. راه كنشوفوا غير في رمضان الناس كانت تجي تفطر هنايا في الاواخر. علاش؟ لانه ما كانش تلقى بلاصه، اولا ملي كتبغي تتقدى الحوايج ولا هذه ما كتلقاش البلاصه ديالها. علاش لا؟ كما قلت لكم يكون واحد البديل. صحاب الفراشه حتى هما يكون واحد السوق نموذجي باش ما يتحلوش الحوانات ونشوفوا عاوتاني الفراشه وهذه والروينه الكحله وبحال اللي ما كاين والو. لا كنتمناو تكون كما قلت لكم حتى الاصحاب الفراشات كلهم تما واحد السوق نموذجي، لان الله يحسن العوان واحد يعني ما قادرش باش يكري محل او لا باش يعمر محل، يعني عنده غير فراشه. الله يحسن العوان عنده غير فراشه. الله يحسن العوان طبله صغيره ما يمكنش يكري حانوت، ولكن سوق نموذجي غيكون يعني مخير فين غيقدي يعرض السلعه ديالو. غيكون واحد السويقه مخصصه بحال هكا التقاشر الحوايج يعني غتكون بواحد الاثمنه، لان ملي غيتصلح لنا المحلات راه غيقدروا يكونوا الحوايج بواحد الثمن اللي هو خيالي. ولكن نتمناوش يكون هذا الشيء. تنتمنوا الاثمنه تبقى في المتناول ديالها، ولكن يكون واحد السوق نموذجي لهذوك الناس، لان الثمن ديالهم حتى هما علاش ملي كتجي الفراشه كتلقى ثمن، وملي كتدخل المحل كتلقى ثمن. علاش؟ مول المحل عنده الكرا، عنده الضريبه، عنده بزاف د الحوايج. مول الفراشه عنده مسكين الفراشه غيفرش غيمشي بحاله. هذاك الشيء علاش كتلقى الثمن. واش غينقصوا من الرصيف؟ بالعكس كاين توسيع كبير في هذا الشارع هذا. راهم دخلوا حفروا يعني احدى المحلات، لان غيكون واحد المتراج قليل الناس اللي غيكون واش بافي او لا، ولكن راه باين الاصلاحات كيفاش دايره الدنيا. اذا متابعين صفحه صوت تمارا، ما سخيناش درتو معكم في هذا الوقت الليلي
لان كما كنشوفوا 149 واحد لازال تيتابعنا. كنشكركم على المتابعه ديالكم. نقلنا الاجواء كيفاش واقفين المحاربات حتى الصباح وغينوضوا باش يخدموا يكملوا العمل ديالهم. صراحه نشوفوا العمل غادي في واحد الوقت اللي هو يعني وقت قصير ان شاء الله، لان غنشوفوا الانجازات في شارع الاداريس غيكون بواحد الحله جديده. اذا كما شفتوا بالصوره وبالبث المباشر شو كيفاش داير الاجواء ديال شارع الادارسه. تنشكركم على المتابعه وتنقول لكم دمتم في رعايه الله الى بث مباشر اخر. متابعي الكرام، هنا فين وقف الحفير وهنا فين غنوقفوا حتى حنايا وغنقول لكم شكرا لكم.